احتفل الفنان محمد ثروت بعقد قران ابنته داليا على رجل أعمال مصري في أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واقتصر عقد قران ابنة محمد ثروت على حضور الأهل والأصدقاء فقط من طرف العريس والعروس. وفي آخر نوفمبر الماضي أقيم حفل زفاف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت على لاعبة الأهلي لكرة اليد ليمي الشواربي بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وكانت ليمي الشواربي حريصة على التواجد بجوار خطيبها أحمد ثروت اللي كشف عن تفاصيل مرضه خلال استضافته في إحدى الحلقات التلفزيونية بعد أن بدأ رحلته في التماثل للشفاء. والمرض اللي أصيب به أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت مرض نادر لدرجة أنه بيصيب شخصا واحدا من كل 100 مليون شخص. وقال أحمد ثروت إنه مرض مناعي سريع الانتشار في الجسم، وفور شعوره بتعب انتقل للمستشفى سريعا، وبعد الفحوصات تقرر بقائه داخلها. وأحمد ثروت كان حكى عن قصة ارتباطه بليمي الشواربي، وقال إن هو كان بيعرفها من خلال عمل جمع بينهم، وتكررت المقابلات سويا حيث التقى والدها بأسرة محمد ثروت. وهنا طلب أحمد ثروت من والده إن هو يفاتح أسرة ليمي في خطوبتها. وفي يوم ذهب أحمد ثروت لوالدها وكان بيلعب الطاولة وقال له اتجوزني بنتك واخسر لك دور طاولة. وكان من أبرز الحاضرين في حفل زفاف أحمد ثروت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، والإعلامية سهير شلبي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الخارجية السابقة، والفنان أحمد التهامي، والفنانة أنوشكا. وبنقدم التهاني للعرسان وألف مبروك، ربنا يسعدهم ويهنيهم، وعقبال عندكم حبايبي جميعا.